السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الصابلي ديال النوغا. لحقه وطريقه النوغا ديال اللوز اللي كتجي زوينه ومقرمشه وبنينه بزاف. يلا ندوزو على بركه الله المقادير والطريقه. كيف ما كتشوفوا عندنا في المقادير هنايا عندي 250 غرام ديال الزبده، زبده نوعيه جيده ديال الاكل. عندي نص كاس ديال الزيت، عندي كاس تاع السكر كلاصي وكاس تاع سنيده، وعندي معلقه ديال الفاني، شويه ديال الملحه، وعندي جوج ديال البيضات. وان شاء الله الطحين عندي هنا كيلو ديال الطحين. دابا نقول لكم في الاخر شحال دخلات. اللي بغى يدير المارغرين يدير كاس ديال الزيت. وان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الخلطه يعني اقتصاديه ديال الصابلي ديال المارغرين. دابا غادي ندوزو على بركه الله باش نخدموا هاد الزبده مزيان. خصنا نخدموها تولي لنا بوماد. ملي كتخدموها مزيان حتى كتخلط مزيان حتى الصابلي كيجيكم زوين، العجينه ما كتبقاش تفرتت وما كتطلق لكمش الزيت. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا راه ما كتاخذش واحد الوقت اللي هو كبير، لان الزبده كتخرجتها بكري من الثلاجه، خليتها غير برا بحراره المطبخ. صافي دابا غادي ندير الزيت كذلك حتى هو غادي نخدمو مزيان. هاد الصابلي هذا راه ما فيهش الخماره كيف ما شفتوا، وكيجي رائع وكيجي زوين المذاق الصراحه ديال الزبده ديال النوعيه جيده، كتجي زوينه واخا غاليه. واللي عنده الوليدات و يعني الظروف شويه قاصحه يدير الزبده المارغرين ويدير كاس ديال الزيت. صافي غادي ندير البيض هو اللي خصو يتخدم مزيان مع هذا باش ما يبقاش يجيكم عوج ويجيكم مبوق. الا ما خدمتوش البيض مع هاد الزبده ومع السكر مزيان راه غادي يبقى يعوج لكم الصابلي. صافي من بعد ما خلطها مزيان البيض خلطوه مزيان ما بقاش كي ها نتوما شوفوا كي ولات. دابا غادي ندوز باش ندير الدقيق. غادي يقدر يهز ليا واحد كي 900 غرام تقريبا. صافي ولكن الا كان الفورس شويه كيشرب راه غادي يقدر يهز لكم كيلو. ولا كان البيض كبير كيختلف ما بين البيض كبير ولا صغير. شوفوا راه هو ما كتعجنش، غير كتسدوه كتبقاو غير كتدخلوا الطحينه هي بحال هكا. حاولوا ما تعجلوش نهائيا، الا عجنتوه راه ما يجي غادي يطلق لكم الزيت وغادي يبقى يتقلص في الفران، غيبقى يتجمع زعما. صافي هكا غادي نبدا نجمع العجينه ديالي كامله. هذه راه سر من اسرار ديال نجاح الصابلي، راه الا عجنتوه مزيان صافي كيطلق داك الخيط ديالو، ديك النشا اللي فيه صافي كيبقى يتجمع في الفران. صافي كيف ما كتشوفوا هانتوما حنا جمعناها، راه ما كندلكها ما والو، كندخل فيها داك الطحين وصافي. هانتوما باش تعرفوا الصابلي راه ناجح 100%. هي ملي كديروها هكا كيتقطع وما كيطلقش الخيط. الا درتو ليه بحال هكا وتجبد عرفوا راه ما ناجحش. دابا هذا راه ناجح 200% ماشي 100%. هانتوما صافي غادي نقسمو نيت هكا على جوج، وغادي نديرو شي بلاستيكه ونخليه واحد تقريبا واحد الساعه في الثلاجه ان شاء الله. وغادي نبدا نخدمو. كيف ما كتشوفوا البنات انا ورقتها، والحقيقه بديت نقطع من ردة البال الكاميرا لقيتها ما كتصور لياش. عاد غادي نبدا معكم نعاود معكم. شوفوا هانتوما كنقطعها بهذه الطريقه هكا. السمك ديالها لان غادي نديرها شويه غليظه انا لان عندي غير وحده. غادي ندير ليها النوغا طياب عادي بحال الفقاص، كتشعلوا عليها من تحت تشوفوها صافي بدات كتحمر من تحت، كتهبطوها كتصافي كيذهب اللون ديالها كتخرجوها الصابلي. السر ديالو باش يجيكم زوين هو خصو يطيب مزيان، يطيب من الداخل ومن برا. الا طاب غير من برا شوطوه حرقتوه وبقى من الداخل خضر راه كيجي المذاق ديالو ما زوينش. غادي نطيب الكميه كلها ان شاء الله ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا الصابلي ديالنا هو طيبناه، اللون ديالو كيفاش جا كيف ما كتشوفوا طيب من الداخل ومن برا. حقا مابغاش نضيع شي وحده نقطعها. دابا غادي نحطوه هنا على جنب. غادي ندوز باش نطيب النوغا هنا عندي 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال الجليكوز، و100 غرام ديال السكر سنيده، وعندي 200 غرام ديال اللوز ايفيلي. دابا غادي ندوز ندير هادشي فوق البوطه حتى يطيب مزيان شويه يبقى كيطبخ. عاد غادي ندير عليه اللوز. صافي ملي كتشوفوها كتغلي بحال هكا ها هي وصلت لهاد الدرجه هادي ديال تغلي.
صافي غادي ندوز نكب عليها اللوز كيفيلي. صافي غير غادي نكب اللوز وغادي نطفي. صافي وغادي نحركها مزيان بحال هكا. هكا تتخلط ليا مزيان هاد اللوز مع هاد الخليط هذا. صافي وغادي نخليها تبرد وغادي ندوز نعمر بها. صافي ها هي عندي دابا بردات ليا شويه وتماسكات. غادي ندوز باش نعمرها في هاد ديال السيليكون. الحقيقه انا راني طيبه الاولى، غير دابا هادي بغيت نشاركها معكم باش تشوفوا الطريقه كيفاش. راه كتشوفوا الكاسرونه فيها الاطر ديال النوغا كديروا 8 قياس ديك معلقه صغيره، ما تقووش بزاف باش ما طفيت لكمش من هنايا من الفم. ديروا غير واحد الكميه ديال القل من معلقه صغيره. صافي نتوما راه غادي طيبوا المره الاولى والثانيه غادي تفهموا ليها القياس ديالها. صافي دابا ما نقدرش نقيسها بيدي مازال سخونه. صافي غادي نعمرها كامله، غادي ندخلها للفران العافيه شاعله غير من التحت حتى نشوفها تحمر. بدات كتحمر شويه كتصفر وغادي نهبطها تكون شاعله العافيه فوق منها. صافي تحمر ليا غادي نخرجها وردوا معاها البارد دغيا كطيب العافيه تكون مهيله بزاف. صافي انا عمرت هاد السيليكون اللي عندي هنايا جوج، كنديرهم في هاد الصينيه باش ما كيتحرق، باش ما تحرق لياش النوغا دغيا. كتبقى دغيا كتشد شويه الطياب ولكن كتجي مذهبه طايبه كي من الفوق كي من التحت. صافي غطيب ان شاء الله وغادي نخرجها. البنات النوغا ديالنا هي هذه كيف ما كتشوفوا، ها هي طابت. انا دابا كنحيدها بسهوله، خيطها غير بردات. صافي راه كتحيد بسهوله. دابا صافي غادي نحيدها كامله وغادي نبدا نطيب. تندير ديك 160 حبه اللي عندي، عاد غادي ندوز باش نلصق. كيف ما كتشوفوا احنا دابا طيبنا النوغا ديالنا. عندي هنايا الكراميل تنشري من عند دوك اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلوى، كنشريها جاهز لان عندي الخدمه بزاف ما يمكنليش. عاد نبدا نطيب وان شاء الله دابا نتشارك معكم الكراميل اللي انا كنلصق به ديال ديما. حتى هذا كنخدم به الصراحه زوين. صافي غادي نجيبوا الصابلي ديالنا، تندير واحد شويه غير شويه هكا في الوسط. صافي كنشد الحبه وكنحاول نبرك عليها بحال هكا. صافي هانتوما بحال هكا دائما تنستمر بحال هكا انا كنلصق حتى نسالي هاد الكميه. ما تقووش بزاف باش داك الصابلي ما يفزق لكمش ما يبردش، غير القياس اللي غادي يلصق لينا ديك الحبه. صافي هانتوما راه كيلصق مزيان. هانتوما الديكور ديالها كيفاش كيجي، كتجي بحقيقه زوينه وكتجي رائعه. صافي دابا غادي نستمر بهذه الطريقه تنكمل هذا الصابلي اللي عندي كامل. الناس اللي بغاو يعرفوا الثمن، هذا هو كيدير 18 ريال الكيلو، يعني 80 درهم. 90 درهم، سمعوا لي، 90 درهم للكيلو. هذا ديال النوغا. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا، الصابلي بالنوغا. النوغا ديال اللوز هي اللي كتجي لا الشكل ديالو ولا المذاق ديالو كيجي زوين بزاف. الثمن ديال البيع ديالو اللي كيسولوني على الثمن كيدير 90 درهم، 90 درهم للكيلو. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوناش من لايك والبارطاج مع العائله ديالكم والاصدقاء. وغادي نقول لكم السلام عليكم والى اللقاء.